أعزائي المشاهدين لقد عاد أبو إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وعودة جديدة يا جدعان. يعتبر دي أكتر مرة غبت فيها عن القناة 4 شهور كاملين لأجل هذا السيت اب الجميل العظيم اللي انتوا شايفينه. هنلعب النهارده لعبة ماينكرافت، وبصراحة أنا بحب اللعبة دي، يعني بحب ألعبها وبحب أنا ألعاب الاستراتيجيات وكده. عارف إنكم سمعتوا فيديوهات كتير واتفرجتوا على ناس كتير وقفلتوا اللعبة ولعبتها 100 مرة، بس متقلقوش يعني هتتبسطوا معانا. شخصية هلس والله. اللي بشتم نفسي وبضحك. المهم يا جدعان تعالوا بقى نفتح اللعبة كده، لسه منزلها أول مرة. نلبس السماعة. الحمد لله الحمد لله لقينا مود نلعبه. الحمد لله، يعني مكان حلو بصراحة. ورانا كهف نستكشفه على طول. في وشنا شجر، يعني مش هنتعب. هنروح بقى ايه طول كده نجمع كهف بسرعة. تقريبا في قرية هناك على الشمال تقريبا يعني. سامعين الموسيقى؟ تعالوا كده على طول نعمل الكرافتنج تيبل بتاعتنا. تمام. إيه... فين؟ عايزين صح كده. هنجيب واحدة من دي. مش عندنا خشب. مش عندنا خشب. نجيب دي. فين بقى الفاس بقى؟ انا عايز فاس. صح كده. بس هو ده. قطع شجر بقى بسرعة. ايزي ايزي. انا مش عارف، احنا هنجمع ربع ستوك اللي هم 16 تقريبا. تمام. تعالى. احنا كده معانا ربع ستوك ايوه انا بيتي هنا كده. بيتي هنا. نروح حاطين بقى الكرافتنج هنا. تمام. ونروح نجمع شوية. تعالوا نعمل الأول بكاكس. أها. كل حاجة طبعا من الخشب، احنا لسه في بدايتنا. تعالوا برضه نجيب شوية خشب كده معانا، ونجيب كام عصاية، ونجيب سيف برضه عشان لو حاجة قابلتنا. تمام. في ايه هنا ممكن نعمله؟ عايز درع اللي هو بيتشال في الإيد ده. مش عارف هو ما ينفعش دلوقتي ولا ايه. اها. شيلد اهو. عايزين ايرون. هروح اجيب ايرون واجي بسرعة عادي يعني. ايه ده؟ انا ما جبتش اكل يا جدعان. المفروض يبقى معايا اكل. نجمع اكل الاول. ده ايه؟ كهف برضه. ايوه. اهم حاجه انتوا. ممكن اعمل سرير برضه. ان اخي الاول 99 نعجه. تعالوا. فين 99 الباقيين؟ ايش قريه كده من اول. تقريبا هناك يعني. في قريه برضه؟ لا. عايز ابعد عن البيت بس. هتوه. لسه ما عملتش بوصله ولا معايا الحاجه اللي تعمل بوصله. حصان هناك. شكرا شكرا. حصان يا جدعان اهو. تعالوا بس نجمع شويه. نهار ابيض. ايه ده؟ ايه ده؟ انا دخت اصلا من وانا ببص دلوقتي. دخت. ايه ده يا جدعان؟ ده منظر يخض اقسم بالله. سيبها. تعالوا نجمع شوية صخور بقى عشان نبني الفرن ونعمل بقى كده جدار اي كلام دلوقتي قبل ما الليل يجي. كده ايه ده؟ اسمه ايه ده هناك اهو؟ اندر مان. اندر ووتر. مش عارف. لا ده بيقتل تقريبا. معرفش بصراحة. ماشي. السليم يعني. طبعا مش مهم المكان اللي هطلع منه، نعرف هطلع ازاي. بس ناخد طريق مظبوط صح. طب يا جماعة احنا دلوقتي جمعنا شوية حلوين من الصخور، ونسيب هنا
الكرافتنج ده هنحتاجه ونيجي هنا تاني. عايزين نطلع بقى. لا مش معقول يعني هنستخدم الصخور اللي جبناها. بس كده طلعنا. شايفين السرعة؟ هو ده المكان اللي انا بتكلم فيه من اول ما بدأنا الفيديو. عمال ادور على مكان كويس نصور فيه نلعب فيه. لقينا مكان كويس نصور فيه ونلعب فيه. طب يا جدعان احنا دلوقتي جمعنا كذا كام صخر 41 تمام. فاحنا دلوقتي تعالوا بقى نعمل الفرن. تمام. فين الفرن؟ نعمل فرن ونحط الفرن كده الاول. تعالوا بقى نحط الفحم. جبنا طبعا شويه فحم برضو واحنا تحت بننجم نحط بقى السرير برضو جنبهم كده. لا ايوه هنا كده شكله حلو. طبعا المكان ده انا هقفله. هجيب مثلا الديرت هنا واروح مقفل المكان ده كده وابني البيت بتاعي عليه. تمام. وبرضه يعني هخليه بشكل مربع مثلا كده او على حسب بقى ما هنعمله بقى مع بعض. المهم بس دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ كده الاكل استوى. نجيب الاكل ناكل عشان احنا جعانين. وده اول اكله في الجيم معاكم يا جدعان. بس كده بس خلاص. تعالوا بقى نبني اي كلام كده. بيت كده صغير خالص خالص. 1 2 3 4 صح كده. 1 2 3 4 ودي الخمسة. مش مهم برضه نعلي جامد كده اصلا. 1 2 3 4 وده 5. صح كده. 1 2 3 4 مش هزعلكم. تعالى بقى اللي بسرعة الليل جه بسرعة. عادي يعني كده معانا السرير هننام ونصحى. بس عشان لو في مثلا لو في وحش راسبن قريب مننا ولا حاجة نلحق يبقى في بيت ننام فيه. لسه هنعمل شباك وهنعمل باب متقلقوش. هظبط كل حاجة. عملتها فين؟ تمام. روح على المدخل بسرعة. مش وقتك بقى. ماشي. عايزين نعمل باب. فين الباب؟ مفيش حاجة تحت. بسرعة يا عم. بس كده. الله علينا. تعالوا بقى ايه ننام ونصحى بسرعة. يس يوم جديد يا جدعان. طبعا احنا عايزين نزود الموارد بتاعتنا. فاحنا هنروح تعالوا نعمل كل حاجة من الصخور الأول. واحد من ده. ما عادش صخور. لا ما عادش خشب. حلو ان انا عملت اللي بيجمع الخشب. تعالوا نقفل بقى على البيت. هنعمل هنا سلم مثلا. الكرافتنج مش هنا تقريبا كده. شفتوا بقى ان انا عارف ازاي. بص يا سيدي هنعمل كده. شيل انت كمان. بس يبقى سلم للبيت كده. انا عملت واحد جوه. نقفل بيتنا ويلا بينا. خشب جنبنا على طول. نطلع بسرعة كده شوية موارد.
اظن كده ان احنا جمعنا شويه خشب حلوين يعني. شايفين البيت شكله وحش ازاي؟ ده يبقى بيت ابو اسماعيل يا جدعان ده. تعالوا بقى نعمل الشغل بتاع دول كده نخليهم هنا في الزاوية كده. ماشي. احنا المفروض ناخد معانا شمع، عشان نبقى ننور البيت بالليل. ماشي. احنا هنظبط في البيت برضو دلوقتي يعني، انا نظبط مع بعض دلوقتي في البيت. تمام. تعالوا بقى عايزين شوية خشب والخشب راح كده برضو. ده ستاك، وهذا ستاك كمان. نسيب ال20 دول عشان لو هنبني البيت بيهم يبقى شكلهم حلو. ده تقريبا بيبقى في البناء احلى. خلاص مش عارف، لا خلينا كده. ماشي. تعالى برضو انت كده، ايه رايكم؟ بس ده شكله حلو صح؟ تعالوا بقى نعمل الشغل يا جدعان في عصيان. هي ظاهرة هنا اي بس انا مش واخد بالي، مستعجل بس. فين بقى الخرا الشافل بقى؟ مش راضي يظهر ليه؟ في ايه؟ لازم ادوس هنا يعني؟ طب وهنا؟ مش فاهم حاجة. في حاجة مش فاهمها بصراحة. هنا صح؟ صح كده، على علامات البحث بيجيب كل حاجة. مش مركز انا بصراحة. اديني كمان واحد. معانا سيف ومعانا فأس ومعانا، لا معانا فأس وسيف. فين؟ لا مش معانا سيف. ماشي كده معانا سيف. تعالوا نعمل كرافتنج تيبل. اسمه ايه؟ شيست قصدي. معانا شيستين همت يعني فيهم الحاجة بتاعتنا. حط بقى اللي انت عايزه يا باشا. مفيش حاجة تتحط اصلا. تعالوا عشان لو متنا وراس بينا نلاقي حاجة نلعب بها. وهات لا سيب الباقي. اوكي. تعالوا انتوا مهمين برضو نحتاجهم بعدين. حط مثلا 5 فحمات هنحتاجهم برضو. في هنا فحم؟ مفيش هنا. حط بقى في الفرن. والله بصراحة يا جماعة احنا شايف ان احنا يعني انجزنا بصراحة في وقت قصير. عملنا كل ده. ايه ده في ايه؟ شوفوا بنينا بيت ومعانا اكل وعملنا كل حاجة من الصخور بسرعة. ناحية الاستكشاف بقى ان شاء الله، يعني ان شاء الله هنستكشف بقى الشهر الجاي. حقيقي مش بهزر والله، عشان للاسف في الجيش بكره. انا الفيديو هنزل لكم هيبقى تاني يوم انا مسافر للجيش. فادعوا لي ان شاء الله، وان شاء الله هستمر في اليوتيوب واقدم لكم حاجه كويسه. مش جاي هنا يا جدعان مثلا عشان مجرد منصه بتجيب فلوس مثلا، او مجرد شهره. في حاجات كتير اسهل من كده وتقدر تجيب فيها فلوس برضو اسرع من كده. زي مثلا تيك توك الشهرة فيه بسهولة وفلوس فيه كتير عن اليوتيوب مثلا. في حاجات كتير برضه في الواقع موجود فيها كل حاجة تقريبا انت عاوزها. بس انا جاي هنا عشان بقدم حاجة بحبها. يعني انا حابب المجال ده وعندي فكرة هتكسر الدنيا بإذن الله. بس انا للأسف مش هقدر اقدم الفكرة دي دلوقتي، يعني هتعوز امكانيات كتير. فانا هقدم فيديوهاتي، يعني الفكرة هتبقى في اليوتيوب برضه،
فانا هقدم فيديوهاتي دلوقتي وان شاء الله بعد كده احقق مشاهدات بقى واجيب فلوس وكده برضه. المهم يا عزيزي المشاهد، ده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. كان معاكم ابو اسماعيل، سلام.